السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف يا صديقي احنا لبسنا انذارات وكمان اتمسح من عندنا 12 فيديو، والله صدمة مؤذية جدا، وهو دوت حرفيا اللي حصل. وطبعا كنت زعلان لدرجة مش طبيعية وما كنتش عارف اعمل ايه، لكن في عز الاحساس دوت افتكرت يا صديقي تعليقاتكم الجميلة واللي بتديني باور مش طبيعي، ولذلك فتحنا قناة دوبامين 2. ايوه القناة الاحتياطية بتاعتنا. وبما انك عارف يا صديقي ان دوت اول فيديو عليها، فانا بطلب منكم طلب، وهو انكم توصلوها 30,000 مشترك و10,000 لايك على الفيديو ده. انا عارف ان الموضوع حرفيا شبه مستحيل، ولكن انا واثق في الله ثم فيكم. فمن غير كلام كتير حابب اقول لك ان انا مجهز لك حاجه اسطوريه، واللي هي هنغوص فيها دلوقتي. قارة النور والظلام دارت ما بينهم معارك دميه استمرت لالاف السنين، والنتيجه كانت واحده، سحق قاره النور، والفضل كله يرجع للشيوخ ال8 وعلى راسهم ملك الظلام. شكله الجميل يخليك تشك ان هو عيل بسكوتايه، ولكن في الحقيقه يا صديقي ممكن يعورك لانه اقوى شخص في التاريخ، واللي في احدى الايام بيكون قاعد بيكتب التقرير الاسبوعي، وساعتها بيسمع دوشه من بره، ودوت كان هجوم من قاره النور. فاخته ليلي بتطلع تتعامل معهم، واللي بدون اي مقدمات بتستخدم عليهم سحر التحكم وبتخليهم يقتلوا بعضهم البعض. بس بما ان البطل المره دي انثى فما بيأثرش فيها، وبتبدا المعركه ما بينهم، وهي هجمه من هنا على هجمه من هنا، والتفوق بيكون لليلي، على الرغم اصلا ان هي ما بتقاتلهاش بجديه، بتكون عماله تستفز في البطله اللي بالمناسبه اسمها اليس. البنت بتجيب اخرها وبتستخدم قوتها بالكامل، وما هي الا ثواني معدوده كانت جايبه ليلى على الارض وخلاص هتقتلها. الجنود كلهم كانوا في كميه انشكاحهم. اليس بتطلب من الساحر الاعظم ان هي تروح تقتل ميرلين ملك الظلام، لكنه بيرفض وبيقول لها انا اللي هقتله بنفسي، لان في ال 227 مره اللي جينا فيها علشان نقتلهم كانوا حرفيا بيسحقونا. فجه دورنا اخيرا، وبيستدعى حوت عملاق وبيأمروا بنسف قاره الظلام عن بكره ابيها، وبالفعل الحوت بيشحن قوته وبيهجم عليهم، ولكن في اللحظه ديت ميرلين لوسيفر بيخرج وبيتصدى ليه بكل سهوله، وبعدها بينزل على راس اليس. البنت بتقدر ان هي تخلع بصعوبه، بس سرعان ما بيديها ضربه على دماغها بيطيرها، وهو بيقول فعلا قاره النور ومستواهم بقى في الحضيض. فالساحر الاعظم بيقول له خسئت، انا جيت هنا علشان انتقم منك زي ما وعدتك. ها انت مين؟ وبعد شويه تفكير بيفتكروا ايوه انت الكلب اللي فضل يتحايل عليا علشان ما اقتلوش، وفي المقابل هتبعت لي كام جندي العب بيهم. الكلام ده كان زي الصاعقه على الجنود بيواجهوه، فدوت بيتوه الموضوع وفي نفس الوقت بيزود قوه الحوت، وبعد الشحن بالكامل بيهجم عليهم. لكن يا صديقي لا حياه لمن تنادي، لان دوت بحركه واحده بس من سيفه كانت كفيله ان هي تقسمه لنصين، وبيكون عمال يتباهى بقوته قد ان هو فاجر. وفجاه بيسمع صوت جاي من القصر، ايوه دوت الاجتماع الاسبوعي للشيوخ. هو اول لما بيعرف ان النهارده اليوم الموعود جتته بتتلبش، فليلي بتقول له طب انت هتعمل ايه مع دول؟ فهو بيقول لها ما تقلقيش، وبضربه واحده بينسفهم بالكامل. رجع للقصر وبدا الاجتماع، والشيوخ بيعرفوا ان هو بدون اي فايده حرفيا لقاره الظلام، فبيقول لهم ازاي ما انا لسه قاتل الجيش بالكامل دلوقتي، فازاي ما بعملش حاجه؟ احنا مش عايزين جثث، احنا عايزين فلوس نرمم بيها القصر اللي انت كل شويه عمال تدمر في امه دوت. بيحاول يبرر، فبيعرفوا ان هو الوحيد اللي بدل ما يصلح بيدمر، وبداوا يقارنوا انجازاته بانجازاتهم اخر 1000 سنه، واللي كان يعتبر ملهاش اي لازمه. فبينفجر فيهم وبيقول لهم ازاي قاعدين فايده على الرغم ان انا لسه مدمر جيش بالكامل، وكمان انا حميتكم لالاف السنين، ولولاي انا كان زمانكم كلكم ميتين. فايه اللي بيخليكم تقولوا كده؟ دول بقى ولكنهم سمعوه بيعرفوا ان هو دلوقتي مديون لقاره الظلام يا صديقي ب 66 تريليون، ودوت بقى سبب خوفه من التقارير. وبعد صياح كتير جدا الاجتماع بينتهي، وبيقول بس كفايه لحد كده، انا لازم اسيب كل حاجه ورا ظهري. وبينما هو بيحاول يهرب، اخته بتظهر من وراه حرفيا بترعبه، ولولا ان هو ادرك ان ديت ليلي كان زمانه قتلها. هي بتكون فاكره ان هو بيلعب فحبت تنضم ليه. فقام دوت قال لها عالم الشياطين بقى صغير جدا بالنسبه لي، ولذلك جه الوقت اللي انا استكشف فيه العالم الخارجي، او بمعنى اخر انا هسيب عالم الشياطين علشان الشيوخ يدركوا قيمتي بعدين. فاخته هنا على طول بتدرك ان هم اصلا طردوه، بس هو حب يفنخها في حق نفسه، فبيبرر بسبب اللعنه اللي عليه، وبيقول لها انا لازم انقتل خصوم اقوياء علشان ما اموتش. فليلي بتعيط وبتقول له انا عارفه بخصوص اللعنه اللي عليك، بس انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه غير القتال، وما بيكونش عايز تسيبه. فهو بيصارحها وبيقول لها انا مديون ب 66 تريليون. فهي بتقول له يلا سلام، ما ترجعش تاني غير لما تسد ديونك. اي نعم انت قوي جدا، ولكن انت غبي بطريقه ليست بطبيعيه ابدا. وبتتجه لساحه المعركه. اليس اول لما بتشوفها بتعمل نفسها ميته، لكن ليلي اصلا لاحظت ان هي بتتظاهر بالموت، ولذلك بتخوفها وبتقول انا لازم اخد الوش الجميل دوت واحوله لتمثال، وبتستدعي سلاح التحجير وبتهجم عليها، لكن دي بتتفاداها وبتقول لها انت عايزه تعملي فيا كده. فبتعرفها ان هي ما بتحبش تضيع اي حاجه ثمينه زيها، وبتستخدم قوتها اللي بدورها. اليس بتعمل نفس الكلام وبتنقض عليها، لكن ليلي بتتصدى ليها بكل سهوله، والبنت بتكون في حاله صدمه، ولذلك بتهرب من المكان، لكن ديت مش هتسيبها، وبتستدعي 2 من الوحوش وبتخليهم يتتبعوها. الخرنج بقى في تلك الاثناء
لانها بيكون واقف على الشط ومش لاقي سفينه توديه لعالم البشر، ودوت لانه دمر السفينه اللي جت بيه مدينه النور وهو بيقاتلهم، فبيتخيل هيوصل هناك ازاي. بس موضوع السباحه دوت مضايقه جدا لانه بيكره الميه. نرجع تاني لاليس اللي بتكون بتهرب من الذئاب، بتحاول تهجم عليهم بقوتها ولكن بدون اي فائده ترجى. وفي لحظتها بتتذكر معلمتها لما قالت لها انت فعلا قويه يا اليس، لكن مش بالقوه الكافيه اللي تخليكي تواجهي اي عدو. هي بتكون فاكره ان هي بتضحك عليها علشان ما تختارش بنفسها وكده، ولذلك بتسمع من اليمين بتخرج من الشمال، وبتفضل بقى تفكر في فارس احلامها اللي هي تقع في حبه. نرجع بقى للواقع وهي بتقدر ان هي تقتل الاثنين او دوت اللي هي كانت فاكراه، ولكن وفجاه ما حدش منهم بيموت وقوتهم بتزيد بطريقه ليست طبيعيه. بيهجموا عليها واليس المره دي مش عارفه تعمل معاهم اي حاجه. في النهايه يا معلمتي انت كان معاكي حق، البنت وقع على الارض وعماله تعيط، والذئاب بيكونوا خلاص هيخلصوا عليها، ولكن انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا والله، صاحبنا بيتدخل وهالته بس كانت كفيله ان هي تحول الذئاب ديت لكلاب صغيره. وطبعا هو ما انقذهاش لجمال عيونها، لا ده قرر ان هو يخليها عبد، وعمل احدى القوارب وقال لها يلا جدفي ايتها العبد عديمه الفايده. فبترفض بسبب كبريائها لانها اقوى واحده في جنس البشر، فما ينفعش ان هي تكون عبيده عند حد. وبدات بقى ترسم مخيل في دماغها لايه قدرت ان هي تهزم ميرلين، وبالتالي كده جنس البشر كله هيحتفل بيها، وبكده هي هتحصل على حبها. فبتكون بس انت بتعملي ايه؟ دوت بيتصدى ليكي بمجرد صباعه وبيقول لها يلا خلصي، عايزين نوصل في اسرع وقت ممكن. وغصب عنها بتشتغل يومين كاملين من غير اي راحه، ولما بتطلب منه ان هو يساعدها بيكون مشغول لانه عمال يطبخ. ولما بيلاحظ ان هي وقفت بيرخم عليها وبيقول لها بجد انت اكتر واحده عديمه الفايده انا قابلتها في حياتي. ولما بيلاحظ ان هو زودها زياده عن اللزوم بيقرر ان هو ياكلها، ودوت لو اشتغلت من غير اي تذمر. لكن ديت طبعا فخرها اللي بقى عامل زي السروال المستعمل بيدوس عليها، وبتقول لا انا ما ينفعش اكل من ايد شيطان، بس بطنها بتفضحها فبتقرر ان هي تاكل سروال مستعمل، سروال مستعمل يعني. وبسبب ريحه الاكل الجميله الوحوش بتنجذب ليهم، لكن سرعان ما ميرلين بيتعامل معاهم بهالته بس، وبيفضل يتفخر بقوته. فهي بتقول له ما تنفخاش في حق نفسك او كده، دول مجرد كروش ما لهمش اي لازمه. وبتعرفوا كمان ان هو بسبب اللي هو عمله دوت ملك البحر هينجذب ليهم. اكيد انت دلوقتي هتسالني ازاي احنا بنوصل لكم وبنعدي البحر من غير ما يحصل لنا اي حاجه. دوت راجع لان احنا بندهن على السفينه وجسمنا براز التنين الاسطوري، وبكده هو ما بيحسش بينا. علشان كده ريحتكم بتكون معفنه في كل مره بتيجوا تهجموا علينا فيها. فبتعمل سكيب للجمله ديت وبتعرفوا ان التنين الفتره ديت مختفي واحنا مش عارفين هو فين. فبقول لها لو انت قصدك على بوجي فانا روضته من بدري، هي اول لما بتشوفه كده بيجيلها جلطه في دماغها، ده اللي هو انت ازاي كده يا عم. ميرلين بيقول طالما ان البراز بتاعه نادر يبقى اكيد غالي جدا، يبقى انا بسبب كده هجمع ثروه طائله. لكن بما ان مفيش اي حاجه بالسهوله ديت الميداليه بتقع منه اللي هو محبوس فيها، وبما انه مكسل ان هو ينزل ياخدها بيطنش الموضوع. وساعتها بيلاحظ ان كل الاسماك اللي حوالينهم اختفوا. ايوه ده بسبب ملك البحر اللي بيظهر. الخرنج بطلنا بيقول انا عايزك تبقى العبد بتاعه وتوصلني دلوقتي ليابسه البشر، فبيرفض فبيقتله بدون اي تردد. اليس في اللحظه ديت ايقنت ان فعلا ان الشخص دوت ممكن يكون الاقوى في العالم. المهم لما بيحل الليل بيكون وصلوا اخيرا لليابسه، وقبل ما يسيبها ويمشي بيكون عايز ياخد منها الدرع اللي هي لابساه لانه ممكن يتباع بفلوس كتيره جدا. بتكون رافضه فبياخدوا منها بالقوه وبيقول لها يلا سلام يا عديمه الفايده. واليس عماله تصيح وبيتم استدعائها في المحكمه وبيتهموها ان هي السبب في قتل كل الجنود، وبالتالي هيجردوها من منصبها، وكمان بيفرضوا عليها غرامه 50 مليون عمله ذهبيه، ودوت لانها سابت ملك الشياطين ياخد منها الدرع بتاع الابطال. بتحاول تدافع عن نفسها بس خلاص تم تنفيذ الحكم. وبعد سنه من كل دوت بنشوفها وهي بتهجم على مجموعه من القراصنه لانها دلوقتي بقت واحده من المغامرين. بتحرر الرهينه اللي هم خاطفينها وبتجمد القائد لسه بيكون هتخلص عليه، ولكن النائب بيتصدى ليها. اليس ما بتستسلمش وبتقوم وبتحاول تهجم عليهم، لكن دول اصلا بيضحكوا عليها وبيقولوا لها انت بطله من الرتبه المتدنيه واحنا من الزعامه، يعني ما قدامكيش اي فرصه قدامنا. وهم عمالين يتفخروا بقوتهم كده في نيزك بينزل عليهم، ودوت مين؟ ايوه بطلنا ميرلين اللي بيهجم هجمه كانت كفيله ان هي تقتلهم وتدمر السفينه وتدمر السفن بتاعت التعزيزات اللي كانت جايه تنقذ الرهينه. اليس ما بيكونش شايفه وشه بس خلاص وقعت في مستنقع الحب وقالت هو دوت اللي انا هتجوزه خلاص. بتروح علشان تهزر معاه او بمعنى ادق ان هي تشوف وشه، ولكن دوت بيسيبها وبيمشي. وبنعرف من الصحفيه ديت ان المملكه محتبره ميرلين واحد من المجرمين المطلوبين، وبما انهم مش عارفين اسمه اطلقوا عليه شبح الليل، لكن اليس بتدافع عنه لانها شايفاه بطل خارق ومش عارف ايش. بترجع للبيت وبتبدا تعد في الفلوس اللي هي جمعتها وهم 11 مليون عمله ذهبيه. بتكون مبسوطه لكن سرعان ما بتدرك ان هي لسه عليها 39 مليون عمله، فبتتضايق جدا لان دلوقتي مطلوب منها ان هي تسد دين ملهاش اي علاقه بيه، ودوت بسبب ميرلين. بتهدي نفسها وبتبص على المهمه اللي مطلوبه منها عن شخص عمال يغش في الاكل والشراب، واول لما بتدقق في الوش بتلاحظ ان هو شبه ميرلين جدا، بس بتقول لا اكيد مش هيجي ملك الشياطين لعالم البشر علشان يعمل حاجات تافهه زي ديت. ما بتفكرش في الموضوع كتير وبتتحرك لتنفيذ المهمه. ميرلين بقى وهو في تلك الاثناء بيقول انا بقالي سنه في عالم البشر وما احتجتش مساعده من اي حد، وكمان دلوقتي انا بقيت مطلوب يعني مشهور. وساعتها
بطنه بتوجعه. ايوه جعان. انا كنت فاكر لما اخد الدرع من البطله ديت اللي مش فاكر اسمها ايه هيكون معايا فلوس كتيره جدا، لكن اتضح ان انا مش لاقي اكل. ساعتها بيلاحظ احدى القريات الصغيره فبيقرر ان هو يروح لهناك لعل وعسى حد يحن عليه وياكله، لكن قبلها بيطلع عليه الحراميه دول بيكونوا عايزين يقلبوه، فما يقول لهم ما تتعبوش نفسكم انا مش في جيبي فلس واحد. فبيقرروا ان هم يفتشوه، لو عاند هيستخدموا القوه عليه. بس انتوا بتعملوا ايه؟ ده اغبى قرار انتوا خدتوه في حياتكم، لان اول لما بيعرف ان هو هيتفتش بيسحب السيف بتاعه بوم بيقسم الجبل اللي وراهم لنصين وبيكون قتل الاول. وبيتضح بقى ان ميرلين عمل كده لانهم اصلا مش بشر، دول غيلان. بيسيب التاني يهرب. اللي بيوصل عند الزعيم بتاعه بيعرفه ان في بشري قتل واحد من شعبهم، وبكده هم كسروا معاهده السلام اللي ما بينهم. وطبعا كل ده تخطيط الزعيم علشان يقتلوا البشر بدون اي قيود، يعني اكن البشر هم المذنبين وبيد الامر اقتلوا اي انسان يقف قدامكم. نرجع تاني لميرلين اللي بيكون بعت لاخته برقيه بيعرف ان هو عايش حياه جامده من الاخر، لكن هي اصلا فاساه وعارفه ان هو عايش في خرابه، لدرجه ان هو بيحاول يهرب علشان ما يدفعش حق الاوضه اللي هو مأجرها. لكن صاحب اللوكان ده بيمسكه قبل ما يزوغ وبيعرف ان هو المجرم اللي مطلوب، وبسبب صوته العالي القريه كلها بتحوطه بيحاولوا يمسكوه لكنهم ما بيعرفوش. وهو ماشي كده بيتفاجئ بعيل صغير اسمه هنري، هو على طول بياخد وضعيه القتال، لكن قبل ما يفصل راسه عن جسده بيعرف ان عيل صغير. وبما ان ميرلين صوته مسمع في الدنيا كلها فالواد الصغير ده بيقول له انا عارفك انت الفاشل اللي مش لاقي اي شغلانه تلمه. طبعا بيكون عايز يقتله ولكن بيخليه يعيط بس. أليس بقى وعلى الجانب الاخر بتكون وصلت هي وشويه مغامرين للقريه اللي فيها صاحبنا. هم بيكونوا مبسوطين لانهم معاهم واحده من الابطال، لكن دي بتعرفهم ان هي كانت سابقا، ولما بيسالوها عن السبب هي لسه بتكون هتشرح لهم. فبتسمع شخص بيبيع احدى الكتب، وقصه الكتاب باختصار بتدور عن السادي والمازوخيه اللي هم ميرلين وأليس. والقصه بتكون واكله مع الناس جدا لان في اقل من سنه باع منها اكتر من 5 مليون نسخه، وبكده تم تاكيد الجلطه رسميا. بتحاول ما تديش للموضوع اي اهميه وبتقول انا لازم اجيب الكلب قبل ما توصلوا. نسبقها احنا بقى ونروح له هناك اللي بيكون بياكل في احدى الحانات. بعد ما بيخلص بيحاول يزوغ، لكن صاحبه المحل بتمسكه وبتقول له الحمام ورا، فهو بيقول لها لو عندك وظيفه ينفع تشغليني؟ فبتساله بتعرف تعمل ايه؟ فبيفضل ينفخ ويزرط في حق نفسه انا بعرف اعمل كل حاجه. فبتقول له من غير رغي كتير يلا اطلع وريني هتعمل ايه. فبيمسك المايك وبيغني والكل بينبهر بصوته، وبكده تم اثبات جدارته. فبتقرر ان هي توظفه، ولما بتعرفوا ان هي هتدي له عمله ذهبيه كل يوم بينبسط جدا. بتكمل كلامها وبتقول له لو انت اشتغلت بالليل وحاولت تغري النساء والكلام الفاصل عمولتك هتزيد. فبينبسط اكتر. وفجاه بيخش عليهم هنري وبنعرف بقى ان هو ابن صاحبه الحانه. ميرلين بيحاول يلطف الاجواء ما بينهم لان اول لقاء ما بينهم كان زي الزفت، وبيقول له علشان ما تزعلش مني انا هعلمك احدى التقنيات القويه. فده بيقول له يا عم ده انت من رتبه الزعامه يعني ضعيف جدا، والوحيد اللي يقدر ان هو يعلمني احدى التقنيات المقدسه هو شبح الليل لانه قوي بطريقه ليست بطبيعيه. فده بيقول له على فكره انا شبح الليل، فما بيصدقوش. في نفس الوقت الجوبلين بيكونوا اتحركوا ووصلوا عند احدى القريات الصغيره وبيبداوا يدمروا فيها. المغامرين بيوصلوا بيحاولوا ان هم يعملوا معاهم اي حاجه ولكن بدون اي فائده ترجى. نرجع تاني لميرلين اللي بيكون شغال، ولما حد بيطلب منه ان هو يجيب له اي حاجه بيرميها له في وشه، لكن الامر بيختلف 180 درجه لما انثى بتطلب منه بيتحول لخروف حرفيا. ونقدر نقول كده ان هو وقع حريم القريه كلها في حبه. وبعد ما بيخلص نمرته صاحبه الحانه بتقول له على فكره لا انت جامد جدا، فاقل من شهر بس زادت مبيعاتنا اكتر من 5 مرات، وبتكون مبسوطه جدا منه. هنري بيخش عليهم وبيلاحظ كده ان تقريبا الاثنين بيحبوا بعض، اللي بيستفزه جدا لانه شاكك ان هم ممكن تسيبه، وعلشان كده بيفضل يشتم في ميرلين وبيقول له انت فعلا حسالة لانك عايز تستغل امه وتشفط كل الفلوس اللي معاها، لكن خليك عارف ان انا مش هسمح بحاجه زي كده. وبيسيبهم وبيمشي وهو متعصب جدا وبيفضل يطلع غله بقى في الشجره ديت. وأليس لغايه دلوقتي ما بيكونش نفذت المهمه لانها مش لاقيه المخلوق اللي المطلوب منها فين. وهي ماشيه كده بتسمع هنري وهو عمال يلعن في ملامح ميرلين، هي على طول بيجذبها الكلام وبتروح له وبتساله عن الشخص لكنه بيقول لها انا ما اعرفوش، اللي انا اعرفه شكله احلى من 100 مره وكمان مستغل لانه بيشفط فلوس الحريم بسبب شكله الجميل. وفجاه كل رجال القريه بيجوا عند أليس وبيقولوا لها انت لو قتلتي ميرلين هنديكي مكافاه ماليه. طبعا دي بدون اي تردد بتقبل المهمه وما بتضيعش اي وقت وبتخش للحانه، وصاحبنا بيكون بيعمل نمرته. هي اول لما بتدقق في وشه بتعرف ان المطلوب منها، فبتطلع على المسرح واول لما بتقرب منه بتعرف ان ميرلين وهو بيعرف ان ديت أليس. البنت بتحاول تقتله ولكن بيتفادى كل هجماتها وبتقول له على فكره من ساعه لما انا قابلتك وحياتي بقت تعيسه جدا، انت ايه اللي خلاك تعمل فيا كده؟ الستات اللي موجوده اول لما سمعوا الكلام يفتكروا واحد شمال فخدوا بعضهم ومشوا. بعدها على طول أليس بتطلب منه ان هو يرجع لها الدرع، فهو بيقول لها للاسف انا بعته. فمخها بيامرها ان هي تقتله، فهو بيقول لها ما تنسيش ان انا اقوى منك بكتير يعني مش هتعرفي تعملي معايا اي حاجه. فبتدرك الحياه المره وبتفضل تندب لان بسببه هو دلوقتي مديونه ب50 مليون. هو بقى على عكسها تماما بيكون مبسوط لان بعد سنه واحده بس من التطفل في عالم البشر قرب ان هو يسد الدين اللي عليه. وبما انه عايز يرجع بسرعه لقاره الظلام بيقول لها طالما انك مغامره انا عايزك توصي عليا علشان اكون واحد انا كمان من المغامرين واقدر اسد ديني، لكنها بترفض رفض تام. نروح بقى للجوبلين اللي بيكونوا هجموا على
القريه اللي فيها صاحبنا ودوت بسبب المغامر ده اللي خدعوه، قالوا له انك لو دخلتنا احدى القريات الصغيره بصفتك مغامر هنطلق سراح خطيبتك. ولما بينفذ اتفاقه بيغدروا بيه. الجوبلين بيكونوا رسميا حصروا القريه بالكامل، وفي 2 منهم بيكونوا وصلوا عند ميرلين، لكن دوت سرعان ما بينفضهم. ساعتها صاحبه الحانه بتعرف ان ابنها لغايه دلوقتي لسه بره، لذلك بتطلع تدور عليه زي المجنونه، واي حد بيظهر قدامها بتساله عليه ولكن مفيش اي فايده. وبعد تدوير كتير جدا بتلمحه، بتكون مبسوطه لكن سرعان ما بتتضايق لان الجوبلين اصلا بيكونوا جايين، فبتعمل نفسها طعم علشان ابنها يهرب. اهو دوت بقى قلب الام الجميل. نرجع تاني لميرلين، في 3 بيخشوا عليه لكن المره دي بيتعامل معاهم بالمقشه، فبيسحب سيفه وبيقول انا لازم اتحرك. بيوصل لنص المدينه، في 2 بيهجموا عليه فبيخلص عليهم وهو لسه ما كلش مسطو، واللي بيلمحوا حرفيا بيشلحوا وبيمرجحوا. أليس بتيجي لحد عنده وبتقول له ايوه انا اكتشفت خطتك، وهي انك متعاون مع الجوبلين دول علشان يدمروا القريه، وبكده انت هتقدر انك تسيطر عليها. فهو بيقول لها انت مخك في حاجه، انا لو عايز ادمر القريه بالعالم كله لوحدي محدش هيقدر ان هو يقف قدامي. كلامه كان منطقي جدا جدا بالنسبه لها، وبتقول له خلاص طالما انك مالكش اي علاقه بالجوبلين دول انضم لي علشان نخلص عليهم. بيكون رافض. فاليس بتقول له انا هوصي عليك علشان تكون مغامر. فبيقول لها لو انا بقيت مغامر هل هاخد 10,000 عمله ذهبيه في كل مهمه هخلصها؟ فبتقول له اكيد لا، كل مهمه بتتحسب حسب تصنيفها. فبيقول لها مش مهتم، يلا سلام. بتكون متضايقه جدا بس ما قدامهاش اي خير تاني غير ان هي اللي تتعامل معاهم لوحدها، وبالفعل بتعمل كده وبتستخدم قوتها وبتقتل اول 2 في 4 بيبختوها، ولكن دي بتقدر ان هي تتعامل معاهم بكل سهوله، واللي في نطاقها بتجمده. في واحد بيهجم عليها بالنار فبتتصدى ليه وبتروح تقتله، واخيرا بتوصل عند زعيمه العفاريت اللي بتقول لها خد الباقي من اراضيك وامشي من القريه يا اما راسك هتكون في ايديا. فبترد عليها وبتقول لها هات اللي عندك، وبتدي امر بالهجوم عليها. بيعملوا كده فعلا بس دي بتقتلهم بكل سهوله. وفجاه في واحد من الجوبلين الصغيرين بيترمي قدام الزعيمه، وهنا هي بتيقن الكارثه الكبرى. واحد في صف البشر قوته ليس بعديه ابدا، لذلك بتدي الاشاره لاتباعها ان هم يهربوا. وعند الكرويين واحد كده بيجي لهم وبيقول لهم انا اللي هكون الحارس الجديد على البوابه. الناس بتوافق عليه وبيقولوا له يلا ديت اول مهمه ليك، روح انقذ الباقي من عيلتنا. فبيقول لهم للاسف اكيد ماتوا فما فيش اي فايده من وجودي هناك. وبعد شويه أليس وصلت بالمغامر اللي طلب من الحراس ان هم يفتحوا البوابه ودخل الجوبلين جوه. واول جمله بيقولها لهم عيلتكم لغايه دلوقتي لسه عايشه لانهم ما اتقتلوش، هم دلوقتي في كهف الغيلان، فلو عايزين ننقذهم يلا بينا نتحرك دلوقتي. واحد من الكرويين قال له انت كذاب، انت اكيد متعاون مع الغيلان. فأليس بتدافع عنه وبتعرفهم الغيلان عملت ايه معاه، وزي ما هو قال لو احنا عايزين ننقذ اللي اتخطفوا يلا بينا نتحرك دلوقتي. اهل القريه بيسالوا سؤال بديهي هو انت مين؟ فهي بتعرف في نفسها. طبعا ما حدش بيرضى يروح معاها لان سمعتها اصلا سابقاها، الا هنري الواد الصغير اللي بيصرخ في اهل القريه وبيقول لهم انتوا جبناء انا جاي معاك يا أليس. وبيروح للحانه وبيسحب سيف ابوه، لسه بيكون هيخرج ولكن بيتحصر من الجوبلين دول وخلاص شكلها هي ديت النهايه. ولكن ميرلين بيتدخل على اخر اللحظه وبيقتلهم وبيقول له يلا انت عجبتني لذلك انا هروح انقذ امك. وبيفتكر بقى لما خاطر بحياته علشان ينقذ اخته، وبيسحب سيفه وبيقول ديت اول مره استخدمه لانقاذ البشر مش العكس. بس سرعان ما بيعرف ان هو اصلا مش عارف مكان عرين الجوبلين. بيسمع شويه كرويين عارفين المكان، بيروح لهم وبيقول لهم انا هكون القائد، لكن دول اصلا ما بيكونوش واثقين فيه او بمعنى ادق هم كارهينه لان خطف كل نسوانهم. في نفس الوقت دوت أليس بتكون اتسللت لعرين الجوبلين، وجايه قائده العمليه اللي فاتت راحت لزعيم القريه وقالت له انا اختطفت شويه من البشر علشان نتغذى عليهم، بس على فكره وانا هناك قابلت 2 من البشر قويين بطريقه ليست بعاديه. اي نعم انا كان في ايدي اقتلهم بس قلت لا خليهم يجوا لغايه هنا علشان يسلونا، وهم دلوقتي بلعوا الطعم وانا هخرج لهم. وبالفعل اهل القريه بيكونوا وصلوا لغايه عندهم ومعاهم ميرلين، وبيكونوا خايفين يتحركوا تماما، ودوت بسبب الحاجز اللي جاي حطاه واللي هيعدي حرفيا في غمضه عين هيتحول لغبار. بس طالما ان هم معاهم ميرلين فما فيش حد لازم يقلق لانه بيخش جوه الحاجز وما بيكونش حاسس باي حراره تماما، وفي ثانيه الا ثانيه بيكون يتسلل وظهر وراها. هي بتساله انت مين؟ فهو ما بيرضاش يعرف عن نفسه، وبقوته لوحدها بيخضعهم كلهم وبيقول للجيه انا مش عايز اقتلك سلمي لي زعيمه الحانه وخلاص. فهي طبعا بترفض رفض تام وبتستخدم قوتها وبتهجم عليه لان دوت بيتصدى ليها بكل سهوله. البنت بتتضايق وبتستخدم قوتها الكامله في الهجوم دوت، لكن اللي بيحصل الاولاني ما بيحصلش تاني لان المره دي بيهزمهم كلهم بعطسه يخرب بيت قوتها يا جدع. جيه ما بيكونش ماتت وبتفضل تترجاها علشان ما يقتلهاش، هو بيسمع الكلام بس قبلها بيديها ضربه بصباعه وبيلزقها في الحيطه. ساعتها اهل القريه كلهم كانوا مبسوطين وقالوا طالما اللي احنا معانا ميرلين يبقى احنا كده منتصرين بدون اي شك، وبيكملوا في طريقهم. أليس بقى في تلك الاثناء بتكون وصلت عند الرهاين وبتقتل الحراس وبتحررهم، ولكن بسبب الدوشه اللي حصلت في 2 من الجوبلين بيحاصروها، فبتطلب من المغامره ان هي تخرج المواطنين، فبتوافق وبيبداوا ان هم يتحركوا. الجوبلين بيكونوا عايزين يوقفوهم بس دي بتعمل معاهم الجلاشه، وفجاه بتسمع صوت مرعب وفخم في نفس الوقت اللي بيقول لها هو انت فاكره انك هتقدر انك تتعاملي معانا لوحدك ولا ايه؟ هي بتحاول تتتبع الصوت دوت بس بدون
بدون اي فائده ترجع. في الاخر بيظهر لها ودوت كان زعيم الجوبلين اللي بيقوم من على العرش ويا دوب بيلوح بعصايته، كانت كفيله ان هي تخلي اصلا اليس تبقى مرعوبه. وبسرعه البرق بيكون جنبها البنت بتتدرك الامر، بتحاول تتصدى ليه ولكن دوت بيديها ضربه بيطيرها. البنت بتحاول تعدل نفسها لقيته واقف قدامها وبيقول لها انت في اعداد الموتى، على الرغم ان هي عارفه ان هي هتموت بس بتقاوم. هو بيقول لها انا كنت عايز اقتلك موته رحيمه بس بكده هتخليني اعذبك قبل ما اقتلك. فدي بتتضايق وبتقول انا معلمتي قالت لي ما تستخفيش بخصمك وانا مش هعمل كده معاك، وبتفعل قوتها بالكامل وبتنقض عليه. لكن هجومها دوت ما اثرش فيه ولا عمل له اي خدش، وفي الاخر بيديها حضن بيكسر اغلبيه عظمها. بيقول ايوه هو دوت الصوت، صوت التعذيب ببطء هو اللي بيمزكني. البنت بتستغل تشتته بتعذبها وبتقدر ان هي تحرر نفسها، وبتفعل احصار التلج وبضربه عنكبوتيه كده بتقدر ان هي تجيبه على الارض. بتكون فاكره ان هي كده خلصت عليه ولكن دوت بيخرج وبيقول لها على فكره التدليك اللي انت عملته لي دوت كان جميل جدا. وفجاه الجرح اللي هي سببته له بيخف، لا وكمان جسمه كله بيتحول لكتله عضلات، وعلى طول بيديها بنيه بتمزقها بمعنى الكلمه. لسه بتكون هتقوم ولكن دوت بيظهر من وراها وبيمسكها من دماغها وبيقول الوش الجميل دوت ما ينفعش اقتله بسرعه. البنت بتحاول تقاوم ولكن سحرها خلاص نفذ. ميرلين بقى وفي نفس الوقت دوت بيكون عمال يدور على صاحبه الحانه بس مش لاقيها، وساعتها بيسمع صوت فبيتتبع الصوت وهناك بيلاقيها هي والبقيه بس بيطردوا من الجوبلين دول. هي اول لما بتشوفه تمسك ميرلين وبتفتح سبرنت، فاكره ضعيف بس دوت اصلا بيحطهم كلهم في رغيف، ودوت اللي بيسيبهم في حاله صدمه ده اللي هو انت ازاي كده. واول لما بيتاكدوا ان هو قوي بيطلبوا منه ان هو يروح ينقذ اليس لانها هي السبب اصلا في تحريرهم. هو الشيطان بيظهر له شيطان وبيقول له بص البطله ديت ملهاش اي فايده فسيبها تموت احسن، بس شيطان الخير اللي جواه بيظهر وبيقول له احنا محتاجين البنت ديت علشان توصي عليك وبكده انت هتنضم للنقابه. بيكون متردد مش عارف يعمل ايه، فصاحبه الحانه عارفه ان هو كلب فلوس فبتقول له لو انقذتها انا هديك 3 اضعاف اللي انت كنت بتاخده مني في اليوم. ما بيكونش عايز يروح برضه، فالمغامره بتعرفوا ان اوضه الزعيم مليانه فلوس ملهاش اول من اخر، كفيله ان هي تعيشك ملك لبقيه حياتك. طبعا بما انه مديون عينيه بتلمع وبيفتح سبرنت على هناك وبيدخل عليهم دخول خطير كله ضربان وصواريخ. الزعيم بيكون فاكره عيل توت فبيقرر ان هو يخلص على اليس بسرعه علشان يستمتع بتعذيب ميرلين، لكن دوت اصلا ما بيكونش معاه وبيقول ايه الجمال دوت كل دي فلوس، ده انا فعلا هقدر ان انا اسد كل ديوني. ودوت اللي بيستفز زعيم الجوبلين لانه بيتجاهله ولكنه موجود، فبيتجهز بقى علشان يخلص عليه. لسه بيكون هيتحرك ولكن دوت ما ادركش ان ايديه اتقطعت من مكانها وميرلين خد اليس. البنت بتستعيد وعيها وبتساله عن اهل القريه، ودوت اللي بيصدمه جدا لانها اصلا مش في وضع يخليها تقلق على الغير، بس بيطمنها. زعيم الجوبلين عمال يصرخ وبيقول ايديا هو دوت اللي انت مستنيني اقوله صح بس دوت مش هيحصل، وبيجدد ايديه وبيقول له انا حاسس بيك دلوقتي، انت عايز تعملها على نفسك لانك خايف من قوتي. فبيقول له اعملها على نفسي ايه ده انت بتفكرني باختي الصغيره، بس هي احلى منك تشيليار مره. وبيفضل يستفزه بالكلام، فدوت بيستدعي عصايته وبيفضل يهجم عليه لكن بدون اي فايده لانه بيتصدى لكل هجماته من غير ما يتحرك. فزعيم الجوبلين بيقول له خلاص انت جبت اخرك معايا، والمره دي بجد بيستخدم كل قوته والعصايه اللي معاه بتكبر يجي بتاع حوالي الضعفين. بس انت فاكر ان دوت هيفرق مع ميرلين؟ لا والله دوت اصلا عمال يفكر في المكافاه اللي هياخدها بعد ما يقتله، ده غير الكنوز يعني. الزعيم بيكون خلص شحن طاقه وبينقض عليه لكن كما هو متوقع مفيش اي فايده. الزعيم في اللحظه ديت ايقن ان دوت ملك الشياطين ميرلين خطيئه الكبرياء، بس خلاص انت ادركت الحقيقه ديت بعد فوت الاوان لان دوت بيسحب سيفه وبوم بينسفه من الوجود. وعينيه بتلمع يا معلم وبيقول خلاص حياه الفقر ديت انا مش هرجع لها تاني. ليه؟ لان انا بقيت خلاص ملياردير. وبيكون رايح يلم الكنوز بس سرعان ما الجبل بيبدا ان هو يتهد، ودوت بسبب قوه هجومه. وبكده قدامه خيارتين، يا اما ينقذ اليس يا اما ياخد الفلوس، فبيختار الخيار الاولى وبيقدر ان هو يخرج بيها. الكل طبعا بيفضل يحيي فيه وبيقول له انت جامد انت فاجر انت طرش، لكن دوت اصلا بيكون عمال يعيط وبيقول انا هستفيد ايه لما تبجلوني، انا عايز فلوس. وبما ان عرين الجوبلين خلاص اتدمر كده ما قداموش غير اليس، بياخدها معاه وبيبدا ان هو يعالجها، ودوت مش علشان حلاوه عيونها، كل ما في الموضوع بس ان هو عايز توصيه علشان يخش نقابه المغامرين وهي امله الوحيد. وفي صباح اليوم التالي اليس بتفوق وما بتكونش مصدقه ان هي لسه عايشه. المغامرين اصدقائها بيخشوا عليها وبيعرفوها كل حاجه ميرلين عملها علشان ينقذها، لدرجه ان هو ضحى بكنوزه، وبيكونوا بيلمحوا اكن في شراره حب ما بينهم، ولكن دي بتكون امير شراره لانها اصلا مش طايقاه. نروح له بقى اللي بيشوف لقاء بيلا مع الحارس اللي كان عايز يكون حارس على القريه، هو عمال ينفخ في نفسه ليه هو اللي هزم زعيم الجوبلين، لكن اول لما بيشوف ميرلين بيتقلب قطه بلدي. بعد ما بيطفش بيروح يطمن على اليس، هي اول لما بتشوفه بتهجم عليه فبيتفاداها وبتساله على طول انت ايه اللي عملته فيا، فهو بيقول
بيقول لها انا عالجتك لا اكتر ولا اقل. البنت بتقتنع لانها اول لما صحيت اصلا ما لقيتش فيها اي حاجه غريبه غير ان هي اتعالجت، فبتشكره. هو بيقول لها انا استفيد ايه بشكرك دوت، كل الفلوس اللي انا كنت هاخدها ضاعت، انا عايز فلوس. فهي بتقول له علشان ما اكونش مديونه لك انا هتوصلك علشان تكون احدى المغامرين. وبكده صاحبنا استقال من شغله. قبل ما يمشي بيقول لهنري خلي بالك من امك لان انا دلوقتي ما بقتش موجود. فبيقول له لا تقلق كله تحت الكنتريلا. نائر ونير بقى هما الاثنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض طول الطريق. نسيبهم بقى يوصلوا لنقابه المغامرين براحتهم ونروح عند جيا نائبه زعيم الجوبلين اللي ما بتكونش ماتت، هي وكم واحد كده، وبيكونوا بيخططوا ان هم يغزوا احدى الكرات الصغيره ويسيطروا عليها. لكن قبلها البنت دي بتظهر في المكان وبتقول انا حصلت على المفتاح الثالث للفيلك الجحيمي وللحفاظ على السر انتوا لازم تموتوا، وبالفعل بتعمل كده. نرجع تاني لاصدقائنا اللي بيكونوا وصلوا لمقر النقابه وصاحبنا بيكون في كميه انشكاحه ودايركت حرفيا على المهام، لكن امله بيخيب لانهم كلهم تافهين، لا وكمان فلوسهم قليله جدا. فاليس بتعرف ان مش كل المهام تافهه وكمان مش كل مهمه ليها نفس الفلوس، لكن قبل ما ياخدوا اي مهام لازم يسجل نفسه كعضو في النقابه. في وقتها بتظهر موظفه الاستقبال وبتفضل ترخم على اليس، وصاحبنا هو كمان بيكمل عليها. فهي بتقول له عليا وعلى اعدائي، هو دوت المجرم اللي بيغش في الاكل والشراب. يا بنت الفتانه انا كده ما بقتش مديونه لك، انت دلوقتي هتكون واحد من المغامرين. بتكلم موظفه الاستقبال وبتقول لها انا دلوقتي سلمت المجرم المطلوب، يلا اديني ال 5000 عمله ذهبيه. فبتقول لها منين عايزه تخليه مغامر ومنين عايزه تستلم الجايزه اللي عليه، اختاري حل، هل هتسلميه كمجرم ولا توصي عليه؟ فبتوافق ان هي توصي عليه. بتكمل كلامها وبتقول له يلا حط ايدك علشان نشوف مستواك، بس قبلها بتعرفوا بالمستويات. اولا المستوى المنخفض هو لقب المغامرين الحديديين، وبعدها الفضيه للذهب، والقبل الاخير هو المقدس، ومن يتربص على القمه هو الارجواني. لو على القوه فانا متاكد ان مفيش حد اقوى مني، انا دلوقتي هكون من الرتبه الارجوانيه. وساعتها واحد بشعر احمر بيجي لاليس وبيقول لها فعلا انت اصدقائك كلهم مثيرين للاهتمام، يلا يا بطل ورينا همتك. وفجاه في شخص تاني بشعر اصفر بيجي وبيكون متحطم تماما لانه افتكر ان هي اتجوزت. على طول بيروح لها وبيقول لها انا اتقدمت لك اكتر من مره لكن الاجابه كانت واحده، انت ايه اللي بيخليك ترفضيني؟ فهي بتقول انا عارفه ان نص القريه بتحبك بس انا مش مهتمه بيك. فهو بيقول لها طب ايه اللي عايبني؟ ده انا ابني كنت ومعايا فلوس ملهاش اول من اخر، ولا اوعي تكوني بتحبي الشخص اللي جنبك دوت. فهي بتقول له ولا بطيئه، ده انا جايباه بس معايا شفقه. فهو الجلاله بتاخده وبيقول للمرلين انا بتحداك، والمنتصر في النزال هياخد اليس. فاكرينها بضاعه. النزال بيبدا، الاصفر بيهجم على صاحبنا فدوت بيديله قلم بيطوحه وبيلزقه في السقف حرفيا، ودوت اللي بيسيب الكل في حاله صدمه لان الواد اللي هزمه دوت واحد من اقوى المغامرين في النقابه. وساعتها في شخص عملاق بيظهر من ورا الخرنج وشكله قوي جدا اللي بيقول له فسح انا عايز اعدي، ما النقابه واسعه اشمعنى عايز تعدي من الطريق دوت؟ فاليس على طول بتشده وبتقول له تفضل يا سعاده البيه، وبيقول لها انت ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ فبتعرفوا بقى ان الشخص دوت من اقوى الاشخاص في العالم بالكامل، حضوره لوحده اصلا بيكون كفيل ان هو يخدع اقوى الاعداء. والشخص دوت بيكون جاي للنقابه لنفس السبب، بيروح يحط ايده على البله وروب بوم، طاقه مهوله بتغطي المكان بالكامل وبيظهر مستواه المستوى المقدس، وفي لحظتها بياخد الرخصه والكل بيكون في حاله دهشه. مرلين بيقول له فردت عضلاتك زي ما انت عايز، يلا فسح بقى علشان الملك هيحط ايده بذات نفسه. بيحط ايده فعلا على البله وبيبدا بقى يفكر ازاي الكل هيفضل يمدح فيه اول لما يشوفوا قوته، ولكن هنا كانت الصدمه، صاحبنا مش في جسمه ذره منى واحده، وبالتالي كده انت ما ينفعش تكون مغامر. النقابه بالكامل اتقلبت لمسخره وماسكينه شطف ومسح وتنشيف، يعني مش راحمينه نهائي. اخيرا هو بيتكلم وبيقول لهم انتوا مستغربين من ايه؟ انا فعلا مش في جسمي اي ذره منى، لكن قوتي الجسديه لا يعلى عليها. واليس بتشهد له بنفس الكلام لان اي خصم بيقف قدامه كان بيتهزم بضربه واحده منه، لكن بما ان مفيش اثبات كده ما ينفعش ان هو يكون مغامر. وبيفضلوا يسخروا منه، هو بيقول لهم يا اولاد الهرمه ده انا ملك الشياطين ما ينفعش تتكلموا معايا بالطريقه ديت، وعلشان اثبت لكم ان انا اقوى واحد يلا استدعوا زعيم النقابه وانا هتحدى بذات نفسي. بالفعل الزعيم بيظهر وبيبدا يعرفه بنفسه ان هو كمان من الرتبه الاسطوريه، يعني اقوى من المغامرين الارجوانيين بذات نفسهم. فبيقول له ما تنفخاش في حق نفسك قوي كده، تعالى واجهني. بيروحوا لساحه المعركه والزعيم عمال يفنيخ في حق نفسه، يا عجوز ده انت رغاي قوي، وبيدوا ضربه واحده ودي كانت اكتر من كفايه ان هي تهزمه وتدمر ساحه المعركه بالكامل. المغامرين بيكونوا فاكرين ان الهجوم دوت من الزعيم، بس بعد ما بينكشح الضباب مرلين بيظهر وبيقول لهم انا هو المنتصر، والزعيم بياكد انتصاره. وبكده صاحبنا بقى واحد من المغامرين، وعلى الرغم ان هو هزم زعيم النقابه بذات نفسه ولكن تم تسجيله كواحد من المغامرين الحديديين، يعني اقل رتبه.
البنت بتهون عليه في ده، بيقول لها جهزي ايتها العبد عديمه الفايده، لاننا هناخد اكتر من 100 مهمه في اليوم علشان نقدر اللي احنا نسد ديوننا، وعلشان اكون صريح معاكي انا ناوي استعبدك، يعني هتشتغلي وانا اللي اخد الفلوس. البنت بتقول له غور من وشي، غور من وشي يرحم امك. ميرلين بيمشي وفي الطريق بيكون جعان بس مش معاه فلوس، وبالتالي بيروح يقتحم بيت البنت الغلبانه. هي بتحس بيه وبتحاول تعمل معاه اي حاجه بس بدون اي فايده. هو بيقول لها يا أليس يا حبيبه قلبي، انا مفيش اي مكان اعيش فيه، وعلشان كده انا هعيش معاكي وفي المقابل هحميكي، بس مش هيكون مجاني لانك هتديني 1000 عمله ذهبيه في الشهر. فبتطرده. هو بيقوم وبيفضل يخبط على الباب وبيقول لها خدتيني عظم ورميتيني لحم، ايه اللي بيخليكي تعملي فيا كده؟ طبعا بسبب الدوشه اللي هو عملها بتدخله غصب عنها، لانها مش عايزه تجذب الانتباه، على طول بتسحب السيف بتاعها وبتفضل تهاجم عليه، فبيتصدى ليها بكل سهوله، والبجح بيطلع على الاوضه الوحيده اللي موجوده في الشقه وبيقرر ان هو ينام على السرير. هي بتحاول تحترض فهو بيكلفتها بالبطانيه وبيلقى عليها احدى التعويذ وبيخليها تنام على الارض وهو بينام على السرير زي الباشا. وفي صباح اليوم التالي بنشوفه في النقابه وظهرها وجعها جدا بسبب النوم على الارض، اما هو بقى بيجي ولا كأنه في اي حاجه. الواد الاصفر ابن الكونتي اللي بالمناسبه بيكون اسمه ارنولد، اول لما بيظهر بيلاقي أليس واقفه جنب ميرلين، فقلبه بيتكسر للمره 775، ولذلك بيتحدى ميرلين للمره الثانيه، والمره دي مش هتكون مبارزه، المره ديت هنشوف مين فينا هيقدر ان هو يصطاد زومبي اكتر من الثاني، لان في الاوان الاخيره ظهر عدد لا يحصى من الزومبي في مدينه ديانا. احنا هنروح لهناك وهنشوف مين فينا هيقدر ان هو يقتل اكتر من الثاني. فبيوافق الصراحه علشان المكافاه كبيره. بيقول للموظفه انا هاخد المهمه ديت، فهي بتعرف ان هو من الرتبه الحديديه، يعني ما ينفعش ان هو ياخد مهمه بالخطوره ديت، فبيشغل دماغه وبيقول لأليس تعالي معايا، فهي بترفض. الاصفر بيستغل الوضع وبيقول لها يا أليس انا ضمك كل الدين، انضم لينا انت كمان، فبتوافق علشان تضايقه. هو بيقول لها انت الخسرانه وبتسيبه وبتمشي. هو بقى بيبص على المغامرين علشان ياخد اي حد معاه للمقاطعه، فما بيلاقيش قدامه غير له السكران بيستخدم عليه سحره وبيقول للموظفه انا هاخد انا وميرلين المهمه ديت، فبتوافق والاثنين بيتحركوا. اول لما لو بيفوق بيكون عمال يصرخ وما بيكونش فاكر اي حاجه ولا عارف هم رايحين فين، فالواد بيعرفه على الفوله واللي فيها، فبيقول له انا ساحر من الرتبه المنخفضه وانت مغامر من الرتبه الحديديه، يعني احنا كده رايحين لقبورنا بنفسنا. فبيقول له لا تقلق كله تحت الكنتريلا، انا قوي بطريقه ليست بعاديه ابدا. فبيقول له انت لو جريت وراك بطه مش هتعرف تعمل اي حاجه. وبينما هم يتحدثون بيظهر فرسان الروز اللي وجهتهم برضه هي قاره مديانا، وبيكون معاهم بنت الدوق اللي بيحموها. الشبطه بيقول لهم خدوني معاكم ارجوكم، لكن القائد بيرفض وبيعرفهم ان بنت الدوق مش بتقدر ان هي تمشي على رجليها. ميرلين بيقول له بكل بجاحه هي مشلوله ولا ايه، ودوت اللي بيضايقه جدا بيحاول يضربه بالكرباج، بس دوت بيمسكه وبيجيبه على الارض في لمح البصر، وشكل كده ان المعركه هتكون ما بينهم نار شرار يا صديقي. ولكن وفجاه قطيع من وحيد القرن المشتعلين بيتجهوا ناحيتهم، فالفرسان بيروحوا علشان يحموا سيدتهم. صاحبنا بيكون حاسس ان في حاجه غريبه بس ما بيديش للموضوع اي اهميه، وبيتعامل مع القائد بتاعهم بصبع واحد وبيخوفهم وبيخليهم يهربوا، دوت اللي بيسيب الكل في حاله صدمه. لسه بيكونوا يستفسروا منه على اللي هو عمله، ولكن بنت الكونت بتخرج سيليستيا اللي ما بيكونش فيها اي حاجه، بتروح لميرلين وبتقول له انا عايزك تكون واحد من الحراس بتوعي وفي المقابل انا هديك 10000 عمله ذهبيه. لا المبلغ دوت صغير جدا، طب انت عايز كام يعني؟ فبيقول لها مبلغ بسيط جدا، وهو 666 تريليار وما اعرفش كام فكه كده. فهي بتسيبه وبتمشي، والغريب ان هو بيكون مستغرب هي رفضت ليه. وبنعرف بقى ان سيليستيا واخده نفس المهمه اللي صاحبنا واخدها، وهي كانت عايزه تعينه علشان تخلص المهمه قبل ابن الكونت الاصفر، وكمان علشان تبهر ابوها، وبكده هو هيتكل عليها في المهمات الصعبه. نروح بقى لارنولد اللي بيكون قاعد جنب أليس في كميه انشكاح، ولكن هي ما بتكونش طايقاه وبتقول له ابعد عني يخرب بيت امك كفايه لزق بقى. فبقول لها انا مش عارف انت بتكرهيني ليه كده، ده بعمل كل حاجه علشان انت ترضي. فهي بتقول له انا مش بحبك، انا مش بحبك، افهم بقى، الشخص الوحيد اللي انا بحبه هو شبح الليل، اقوى شخص في المملكه بالكامل. كل اللي بيكونوا وسطهم اخيرا بيتكلم وبيقول لها اقوى واحد في المملكه، ها ما تخلينيش اضحك، كلنا عارفين ان في العالم دوت في 4 ابطال ودول اقوى اشخاص عرفتهم البشريه، واول واحد فيهم هي قاتله التنانين كورونا وديت اللي احنا شفناها قبل كده، وبعدها التوأم سويو جوي الصحراء، واخيرا برنات قاتل التنانين اقوى واحد في الابطال الاربعه. فلو واجهوا شبح الليل اللي انت بتتكلمي عليه دوت مش هياخد في ايديهم غلوه، فدي بتفضل تصرخ فيه وبتقول له انت ما تعرفش قوته، وبيكونوا عمالين يتخانقوا. في تلك الاثناء قطيع من وحيد القرن المشتعل بيكون خلاص قرب يدمر العربيه اللي هم راكبينها، لكن سرعان ما بلود نزل يتعامل معاهم كلهم بضربه واحده. اوبا شكل كده ان الشخص دوت فعلا هيولع نار. وبعد شويه بيوصلوا للمدفن اللي بيظهر فيه الزومبي، وهناك بيلاقوا ميرلين قاعد ومستنيهم وبيقول لهم على فكره انتوا اتاخرتوا جدا، وبيفضل يسف على أليس كالعاده يعني. فهي بتضربه على دماغه وبتقول له حياتي العاطفيه كلها تتحدد من النهارده، فيعني ما بتكونش عارفه تقول ايه. ارنولد بيقول للميرلين سيبنا بقى من العبثيه ديت ونخش في الجد. مقبره رئيس الوزراء السابق للمملكه صحيح، وعلى فكره هو من المستوى المقدس وبقوته السحريه بس كفيل ان هو يستدعى جنود لا حصر لها. وانا بقول لك كده علشان انا عايزك
عايزك تهرب من المكان، لان واحد ضعيف زيك اكيد مش يقدر ان هو يتعامل مع التهديد دوت. نسيبهم بقى ونروح لأليس اللي بيكون في الغابه، وهناك بتلمح بلود وهو بيتكلم مع احدى الاشخاص بكل احترام وبيناديه بجلالته. والنصيبه الاكبر بقى ان الشخص دوت بيناديه ببرنط. أليس اول لما بتسمع الاسم دوت بتكون في حاله صدمه، وبالغلط بتدوس على احدى الاغصان وفي صوت بيطلع. هو بيسحب سيفه وبيتجهز بقى علشان يقتل اللي سمع سره. فأليس ساعتها بتطلع واكنها سكرانه وبتقول له تعالى نرجع للبيت. وفي الخباثه بتفعل احدى التعويذ، فهو بيقول لها روحي وانا جاي وراكي. وبنعرف ان التعويذه اللي حاططها دي تعويذه التنصت. وبتفهم بقى من الكلام دوت ان الشخص اللي بيكلمه برنط دوت هو الملك السابق للمملكه الساقطه. برنط بيكمل كلامه للملك وبيقول له انا بستغل المغامرين دول علشان اعرف مكان قبر رئيس الوزراء، لان انا لازم ناخد منه المفتاح اللي هيرجع المملكه بتاعتنا، وبعدها انا هقضي عليه. ودوت لانه خانهم قبل 400 سنه. أليس بتكون سامعه الكلام ده كله وما بتكونش عارفه تعمل ايه، لانها اصلا لو راحت لميرلين وقالت له على الحقيقه اللي هي سمعتها مش هيصدقها. فبتقرر ان هي تتتبعه. هو بيخش احدى المتاهات واخيرا بيوصل للدور المنشود، ايوه اللي فيه رئيس الوزراء. فبيقول له اخرج انا عارف انك جوه. بالفعل بيظهر وبيقول له انت ازاي لسه عايش. فبيعرفوا ان بقيه الابطال هم كمان عايشين، لا وكمان معانا الامير، وكل دوت بفضل السحر الاسود. ودوت اللي بيسيبه في حاله صدمه، ازاي الامير لسه عايش على الرغم ان عدى 400 سنه. برنط بيقول له سلمني المفتاح وانا مش قاتلك، انا عايز استرجع المملكه لا اكثر ولا اقل. فبيقول له دوت عندها يلا. في السابق انا نصحته ان هو ما يعملش عقد مع ملك الشياطين ولكن هو رفض، وبسبب كده المملكه سقطت. فانا مش هكرر نفس الخطا مرتين. فبيقول له انا هقولها لك للمره الاخيره هات المفتاح. فبيقول له انا قلت لك ان انا مش هديهولك، يبقى انت كده حكمت على نفسك بالاعدام. فبيقول له هات اللي عندك. وبتبدا المعركه ما بينهم اللي بتكون طاحنه بكل المقاييس، وأليس بيكون هتعملها على نفسها من الرعب. نروح لميرلين اللي بيكون داخل المتاهه وما بيكونش عارف يعديها خالص، لانه كل ما بيتحرك بيرجع لنفس النقطه. فبيشغل المعفنه وبيكسر الارض وبيلاقي هناك شويه زومبي فبيقتلهم. وفي الدور اللي تحتيه سيليستيا والقائد بيكونوا عمالين يقتلوا في الزومبي اللي بيظهروا قدامهم، لكن الكتره بتغلب الشجاعه يا صديقي. والقائد بيقرر ان هو يضحي بنفسه علشان سيليستيا تهرب، لكنها بترفض والوضع بيكون مأساوي بكل معنى الكلمه. وخلاص الاتنين تقبلوا موتهم، لكن انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا والله صاحبنا بيظهر كالبطل، لكن دوت في نظر سيليستيا بس، لان ميرلين بيقول لهم عايزين حاجه، لا طب يلا سلام. فالبنت بتنادي عليه وبتقول له بكل حسره انا عارفه ان انا انانيه وعملت ده كله بس علشان اثبت نفسي لابويا، ولذلك انا لازم نستحمل كل اللي هيحصل. وبتفضل تترجاه علشان يساعدها. فهو بيقول لها بسيطه اديني فلوس وانا هساعدك، انا عايز فلوس لا اكتر ولا اقل. فهي بتقول له طب انا مش عارف ادفع لك الرقم الفلكي اللي انت طلبته مني، خلاص هاخد 10,000 بس. وبيمسك الاثنين وبيعلقهم في الحيطه.